والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الهادي الأمين. بادئ ذي بدء نقول لكم جميعا كل عام أنتم بخير. نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على الإيمان والإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. حفل مبارك في يوم مبارك في حضور أناس في هذه الليلة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعل أبناءنا من أهل القرآن ومن حفظة القرآن. وخير ما نستهل به هذا الحفل المبارك آيات بينات من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الحافظ باسل محمد كمال. تفضل. قولوا يا جماعة، تشوفوا أي نعمة على أي إنسان تقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا بس تعال كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا
الحمد لله الذي باسمه تتم الصالحات. حفل كريم مبارك لتكريم حفظة القرآن الكريم، وهذا الحفل أقيم لذكرى شهيد عزبة المتلت الشهيد محمد مجدي. نسأل الله العلي القدير أن يتقبله عنده من الشهداء. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يجعل ما قدم أباه في ميزان حسنات ابنه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد آيات القرآن ننتقل سريعا إلى العلم والعلماء، ومعنا فضيلة معالي الدكتور محمد حامد. نسأل الله العلي القدير أن يجعل سعيه لهذه العزبة في ميزان حسناته. وجوده بيننا كالغيث، فهو دائما يبشرنا بالخير كله. ونسأل الله العلي القدير أن يجري الحق على لسانه، وأن يتحفنا بعلمه التر ببعض الكلمات الطيبة في حق أهل القرآن. فليتفضل سيادته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدرهم ومقدارهم العظيم. أما بعد، في البداية أستأذن حضراتكم جميعا، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، كل الحاضرين وكل السامعين، أن نقرأ الفاتحة على روح ابننا الشهيد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عام وحضراتكم بخير، ونحن في ليلة من الليالي المباركة، ليالي العشر التي أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى فيها جميعا ليلة القدر، فاللهم لا تحرمنا بركاتها ولا خيرها يا أكرم الأكرمين. اجتمعنا اليوم لا أقول لنكرم أبناءنا حفظة القرآن الكريم، ولكن لنكرم بمجالسة أهل القرآن الكريم، فالجلوس مع أهل القرآن شرف، ومصاحبة أهل القرآن عز وجاه وشرف لا يعرف قدره إلا الصالحون والعارفون لله تبارك وتعالى. أهل القرآن الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لحمل هذا الكتاب العظيم الذي نزل دستورا على قلب مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا القرآن الكريم الذي نزل على قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى الله تبارك وتعالى له حملة أمناء أفاضل القوم بمعنى الكلمة، كما قال ربنا في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأهل القرآن هم أهل المحبة، هم أهل الاصطفاء، هم أهل الله بمعنى الكلمة. استمعوا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ويؤتى بوالد ووالدة حافظ القرآن الكريم يوم القيامة، يؤتى بالأب ويؤتى بالأم الذين حفظ ابنهم أو أولادهم القرآن الكريم، وقد كساهم ربنا كسى الوالدين حلة لم يرى الناس أجمل منها ولا أفضل منها، لدرجة أن الأب والأم يتعجبان يسألان ربنا عز وجل: يا ربنا بما كسينا هذه الحلة؟ هو ايه العمل الطيب، هو ايه العمل الصالح اللي احنا عملناه في الدنيا علشان تكسينا بهذه الثياب الجميلة التي يحسدنا عليها الناس يوم القيامة؟
فيقول ربنا بتحفيظكما ولدكما القرآن الكريم. قارئ القرآن له منزلة، قارئ القرآن له فضل، قارئ القرآن يشفع في أقاربه ووالديه وأهله. ومهما عددنا من فضائل لحامل القرآن لن نوفيه حقا. لذلك نختم ونقول لأبنائنا حفظة القرآن تمسكوا بهذه النعمة وحافظوا عليها وأكثروا من قراءتها وداوموا على أن يكون لكم وردا يوميا من القرآن الكريم حتى لا يتفلت منكم حرف واحد فتسألون عنه أمام الله عز وجل. ونقول للآباء وللأمهات هنيئا لكم هذا الفوز، وهنيئا لكم هذا الفضل، وهنيئا لكم هذه الكرامة، وأبشروا بأفضل من ذلك عند الله يوم القيامة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر موصول لمعالي الدكتور محمد على هذه الكلمة الطيبة التي بشر فيها حفظة القرآن الكريم والآباء والأمهات الذين تعبوا وجدوا حتى أوصلوا ابنهم لهذه الدرجة العلية. ونسأل الله العلي القدير أن يمن على أبناء المسلمين بحفظ القرآن. اللهم آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نسمع إن شاء الله هنبدأ توزيع الجوائز، وزي ما احنا بنسمع يا أولاد عشان كل واحد يسمع اسمه، وزي احنا متعودين دايما إن العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، فهنبدأ بأبنائنا الذين يحفظون 5 أجزاء وهو المستوى الرابع في الحفظ إن شاء الله. نسمع بقى كده عشان أي واحد حافظ كلمة واحدة من القرآن له فضل عليه، إن إحنا نقدره وبإذن الله سبحانه وتعالى نفرح وهو بياخد الجائزة. أسماء الناجحون في المستوى الرابع 5 أجزاء. الأول آدم نادر الهادي، سقفة كبيرة الآدم. الجوائز؟ نعم. الحافظة ميرنا محمد سعيد. الحافظ إيهاب عبد الكريم سامي. إيهاب 4. الحافظة حبيبة طارق محمد مصلحي. حبيبة طارق المفروض كانت الجوابات دي ترتبها. حبيبة يا باشا. حنان سعيد أمين. الحافظة حنان سعيد أمين. الحافظة منا محمد إبراهيم. الحافظة سجدة أحمد سعيد.
الحافظ عبد الله هشام. حنان سعيد أمين. عبد الله هشام فتحي. الحافظة يمنى علاء فتحي. الحافظ جمال وائل حسن. قولوا كل ما ندى على اسم واحد قولوا ما شاء الله يا جماعه عشان ربنا يحفظ ولادنا. الحافظ هاني حماد محمود. ما شاء الله. الحافظة ملك أحمد. ما شاء الله. جت ملك؟ الحافظة ملك السيد الحداد. ما شاء الله. يلا يا ملك. الحافظة حبيبة السيد بكري. ما شاء الله. ما شاء الله. الحافظة شهد وائل حسن. ما شاء الله. يلا يا شهد تقدمي. الحافظ عرفة هاني عبد الباسط. ما شاء الله. الحافظة رحمة فاروق. ما شاء الله. تقدمي يا رحمة. طيب. الحافظة ريهام فاروق. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. أين ريهام؟ تقدمي. بارك الله فيك. ما شاء الله. الحافظ أحمد طارق محمد. ما شاء الله. أسماء الناجحون المتفوقون في المستوى الرابع 5 أجزاء الحاصلون على مصحف زائد جائزة مالية زائد شهادة تقدير. دول اللي طالعين الأول إن شاء الله. إحنا قلنا هنجيب العيد الصغير قبل العيد الكبير. الحافظة دنيا محمد فاروق. تقدم يا دنيا. ما شاء الله. ما شاء الله. الحافظة نورة مجدي فاروق. أخت الشهيد. سقفة كبيرة أوي لأخت الشهيد. ربنا يجعلك عوض يا بنت الأبوك إن شاء الله. الحافظة منى عبد الكريم سامي. ما شاء الله. هيا يا منى. يلا يا منى تقدم. الحافظة هنا هيثم عبد الحميد. هيا يا هنا. الحافظ محمد جمال إبراهيم. هيا يا محمد. أسماء الناجحون في المستوى الثالث ربع القرآن حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية. هنمشي. عماد محمد رجب. الحافظ عماد محمد رجب. ماشي يا عم.
يلا المستوى ربع القرآن. طب هنخلص تسليم الجوائز ولا ايه رايك يا دكتور؟ خلص الجوائز كل يوم مسابقه خلص الجوائز عادي؟ جوائز عشان الدكتور ماشي؟ طيب. الحافظة ملك يحيى لطفي. تعال الملك يلا يا ملك. ملك. الحافظ عبد الرحمن محمد مصطفى. تقدم يا عبد الرحمن مبارك. بعد ملك عبد الرحمن. الحافظ مصطفى هشام مصطفى. تقدم يا مصطفى. تقدم يا ولد. بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. مصطفى. الحافظة آيات يحيى لطفي. ما شاء الله. تقدم يا آيات. الحافظة شهد ربيع سعيد. ما شاء الله. تقدم يا شهد. ما شاء الله. ما شاء الله. الحافظة هنا علاء فتحي أبو العزم. ما شاء الله. تقدم يا هنا. الحافظ عمرو وحيد عبد الفتاح. تقدم ما شاء الله ما شاء الله. الحافظ هاني رمضان محمد بكري. ما شاء الله ما شاء الله يا هاني. الحافظة سالي هشام عبد الباسط. تقدم يا سالي ما شاء الله. الحافظ محمد أيمن مصطفى. تقدم يا محمد ما شاء الله. الحافظ مازن مصطفى. ما شاء الله. أسماء المتفوقين في المستوى الثالث الحاصلين على مصحف زائد جائزة مالية زائد شهادة البكالوريا. الحافظة ملك حازم خالد راض. موجودة؟ ملك مبارك كمان. الحافظ محمد أحمد غريب. تقدم يا محمد ما شاء الله. الحافظة نسرين محمد فوزي. ما شاء الله. بنت معانا المستشار. سقفة كبيرة لنسرين عشان خاطر معانا المستشار. الحافظة فيروز محمد علي. هيا يا فيروز. ما شاء الله ما شاء الله. الحافظة مريم محمد إبراهيم. هيا يا مريم. مبارك يا روزي. أسماء الناجحون في المستوى الثاني نصف القرآن حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية. الحافظة نعم. طيب معانا إن شاء الله المبتهل مصطفى محمد. هنسمع منه بعض التواشيح الدينية ونسأل الله أن يمن عليه بصفاء الصوت. اللهم آمين يا رب العالمين.
محمد واسمه يشفي مواجعنا ما جاءه موجع إلا وداواه هدية الله هدية الله هدية الله في الدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه سبحان ذاتك أنا لا شبيه له سبحان ذاتك لا شبيه له وما رأينا لكننا عرفناه يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يغشى ويغشى رحمن فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا دوما لنعماك ولا تخيب رجاءني ولا تخيب رجاءني ما لي سواك ما لي سواك وما لي عنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله المبتهل الخير جزاء، ونسأل الله أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، اللهم آمين يا رب العالمين. وحتى لا ننسى أصحاب الفضل، السبب في هذا الحفل معنا الفقرة التي تلي فقرة الإنشاد، قصيدة من الشاعرة أميرة مجدي أخت الشهيد، سقفة كبيرة لها.
اسمع. والله انا ما كنتش عايزه اقول حاجه عشان ما نكدش عليكم، بس هم مصرين. اهداء لاخويا الحي في السماوات. عارفه انك انت اكيد مرتاح هناك جدا، غرقان في خير ربنا ونعيم مفيش بعديه، مبسوط مع الانبياء ويا سيدي من بختك. انا بس عندي سؤال محتاجه ارد عليه. كان اولى مين يحضنك، القبر ولا اختك؟ طال الغياب والله يا محمد، ومعاك في عيني دموع تونسني، ندبات غيابك كل ما دبان، بحبس دموعي تحبسني داخل خنادق ذكريات ملهاش بلاد. وانا مش بخير لو كان هيعني الامر، والحال ماهوش ولا بد بالمره، ببكيك بحرقه في كل ليله شوق، بضحك مؤكد بس من بره، وخوفي ملت ستر في الندبات. شفت المرار والحزن والمهزله، رجليا ضاقت وقفه الجنازات، والخلق تما دايره ترسيني، الخلق تما جايه بتعزيك. بوخ غيابك يا عزيز عيني، ويتيمه كل اليوم من بعديك، وانهال في بعدك كل شيء بنساك يا رب. انا عايزه اخويا يعود هنا، خليني اضمه اللحظه ويلا، او خدني ليه وانا هبقى مرضيه. طلقات ولاد الكلب ما صابتهوش، اقسم بربي اتغرزت فيا، اقسم بربي الانفجار ما هناك، والنار ما هيش متشعبطه في طوبهم، كل النيران في القلب بيطوفوا، خطوا الجوارح وانتوا هتشوفوا. لكن بحبس ولموا اشلاء يسموا بايديكوا على اللي فاضل حي، وامانه تبقوا تكفنوا الباقي. انا لسه مش قابله اللي حاصل ده، ولا عقل راضي يصدق الفكرة، لساني شامة في صدر برفانك، ملمس كفوفك لسه على الأكرة. ازاي يا اخويا تكون ما بين ايدي وفي ثانية تصبح في الخانات ذكرى؟ ازاي تكون ويايا كيف الظل دلوقتي واقفة بطولي من بعدك، بشحت وجودك سرقة في المنامات، كل الحاجات دونك ناقصها حاجات، نقصانة ايد الشعبطة في امك، عطشانة عيني النظرة من يمك، عطشان فؤادي طلتك ترويه، تشهد عليا دموعي طول الليل، يشهد قميصك على اللي صاير فيه، ان الضلوع من فرط ضمتها لقطت روايح من جمال عطره، كف اللي سقف ياما على كفك يصعب عليك ان شفت حال بدره، كتف اللي كان يستقوى بيك ويشيل اصبح بفعل الاشتياق ملتوي، ضاقت عليا الارض بعدك قوي، زايده في عقدها ومش بلاقي الحل، حل في غيابك كل شيء معتل، والوحد قربك كان بينفع مصر، قفلت ليه بعدك ببان الوصل؟ وانت اللي طول الوقت يا محمد فاتح ضلوعك لاجل ما احنا نلوز، كنت لنا ظهر يسد وقت العوز، كنت السند والكتف والعكاز، بالله يا اخويا الطل من البرواز. بالله عليك الاشتياق طول، انا نفسي ترجع يعني بس عشان نرجع نعيد ذكرانا من الاول، اسرق هدومك وانت تتنرفز وتقول يا بنتي خلاص ورثتيني، ترجع تطير نومي من عيني لاجل ان احضر لك شويه شاي. ازاي هخط السكه من بعدك؟ ازاي هكمل وانت مش وياي، واقبل خطاوي السكه وامشيها، سم الدقايق وانت مش فيها، وبراح حياتنا بدون عينيك سرداب، وص الاوكر تفتح علينا الباب، وص الخلايق تبتدي تزورنا، قد كنا عتمة وكنت بنورنا، سبتلنا ايه بعدك يصبرنا، سوى ريحة منك كل ما تفوت، سوى ضحكة منك نفتكرها نشيب، شفت اللي حاصل فيا يا محمد، كل الأحبة مصرة ما تكمل، كل الأحبة ما بطلتش تسيب، وانت اللي كنت بكفة الأحباب، وص الأوكر تفتح علينا الباب، ما فاضلش بعدك إلا كام ذكرى، وقلوب بتغلي تملي مش ساكتين، الناس يا محمد مش فاهمين ان انت الضربة اللي بتقتل، وان انت الضربة اللي مصابت حتى الجدران هيزيد شقه، والقلب بعدك من حقه ويفضل طول عمره بيتحسر، يا عمود البيت اللي اتكسر، يا عمود البيت اللي اتكسر، يا الوتد اللي ما كنت تملي اسند مهما اسند ما بيهويش، فازاي ما بكيش؟
وازاي عايزين اقدر اخطي في طريق ان كان ضيق مش فيه عمدان البيت نقصت واحد، فطبيعي ميل من بعدي. الدنيا مش نصفاني وانت بعيد، الدنيا غير وما زلت بستناك على كل ميعادنا هناك. هنتقابل اكيد يعني، وهحكي لك عن الحاصل، عن الاشياء واحداثها، هدكن كافه الحكايات وكل خطاوي خط السير، وكل حكايه مهما كان اكيد تاويلها جنبك غير. هنتقابل مسافه عمر مش اكتر، وهسرد كل شيء فاتك، لكن الحين بترجاك ما تقطع حبل زياراتك، تزورني وتيجي وتعدي، وانا عن نفسي استناك وراسي في السما السبعه. اخويا شهيد فمين قدي؟ أنا مش عارف الدكتورة أميرة كانت عايزة تحرمنا من الكلمات الطيبة والجميلة دي، ولكن جزاها الله خيرا على ما خرج من قلبها دخل قلوبنا. هي فعلا القصيدة بتاعتها جميلة، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى زي ما القصيدة كده كلها أشجان، إن ربنا سبحانه وتعالى يبدل لهم الأحزان إلى أفراح إن شاء الله. سبقنا محمد إلى الجنة ونحن به إن شاء الله لاحقون، ونسأل الله أن يحتسبه عنده من الشهداء، اللهم آمين. سقفة كبيرة جدا للدكتورة أميرة. واحنا ما زلنا بنكرر سعة صدر معانا الدكتور محمد ومتواجد معانا. معلش احنا عارفين وقتك من ذهب، بس انت لا تبخل بالذهب على اهل المثلث. ان شاء الله اسماء الناجحون في المستوى الثاني نصف القرآن حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية. الحافظة الاولى منى محمد مصبحي، تقدمي يا منى. ما شاء الله ما شاء الله، بنت اختي دي ما شاء الله. الحافظ الثاني محمود محمد مصبحي. ما كنتش في المسابقه يا جماعه. ما شاء الله. الحافظه الثالثه امل عصام فتحي. ما شاء الله، تقدم يا أبي. ماشي حاضر. الحافظة الرابعة هبة جمال محمد مصبحي. أسماء الناجحون المتفوقون في المستوى الثاني نصف القرآن حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية زائد شهادة تقديم. الحافظ الأول محمد السيد عاطف. تقدم يا محمد ما شاء الله. الحافظة الثانية نورة أحمد غريب. ما شاء الله. الحافظ الثالث مصطفى عيد علي. ما شاء الله ما شاء الله. أسماء الناجحون في المستوى الأول القرآن كامل حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية. الحافظة الأولى ملك محمد إبراهيم. تقدم يا ملك. ما شاء الله ما شاء الله. القرآن كله قولوا يا جماعة ما شاء الله. الحافظة الثانية مريم السيد عاطف. تقدم يا مريم ما شاء الله ما شاء الله. الحافظة الثالثة آمنة جمال محمد مصبحي. أمين هيا يا أمين تقدم. الحافظ الرابع عبد الله عاطف عبد السميع. نعم أول واحد ملك محمد إبراهيم. مريم السيد عاطف. أمينة جمال مصلحي. عبد الله عاطف عبد السميع. تمام كده 4. حاجة غلط
أسماء المتفوقون في المستوى الأول القرآن كامل حاصلين على مصحف زائد جائزة مالية زائد شهادة تقدير. حسام حميدة، سقفة كبيرة للشيخ حسام ما شاء الله. تمام. ثم أخيه حسن حميدة ما شاء الله. قولوا يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الحافظ الثالث عمار نبيل عبد الحليم، تقدم يا عمار ما شاء الله. عمار وصل ما شاء الله. الحافظة الثالثة ريهام محمد فوزي، تقدم يا ريهام ما شاء الله. الحافظة الخامسة نورة عصام أبو زيد، يلا يا نورة تقدم. ريهام ونورة. الحافظ السادس محمد عاطف عبد السميع، هيا يا محمد ما شاء الله. وكده نعتبر إن شاء الله بإذن الله بقي أمامنا تكريم السادة الضيوف. جزا الله القائمين على هذه الحفلة خير الجزاء، وإن شاء الله بإذن الله التكريم الأولى الأستاذة منى عبد الوهاب اللي هي محفظة مكتب التحفيظ، جزاها الله خيرا. الأستاذة منى موجودة؟ تقدمي على العين والرأس يا أستاذة منى، جهدك في اتفضل. معالي الدكتور محمد حامد هيكرم الحافظة الأستاذة منى عبد الوهاب، سقفة كبيرة أوي الأستاذة منى. الشيخ أحمد ياسين موجود. الشيخ أحمد ابنه موجود ما شاء الله ما شاء الله. ابن الشيخ أحمد، سقفة كبيرة لابن الشيخ أحمد. والشيخ أحمد غيابه صاحب المقام اللي احنا كنا في المسجد الشيخ محمد عبد النبي. مرحبا دكتور محمد، تفضل. الأستاذ محمد أحمد الخولي. لا يا بنتي ما فيش مشكلة. الشيخ محمد كمال، سقفة كبيرة لفضيلة الشيخ. إن شاء الله الحاج محمد سعيد رحيل. الأستاذ محمد أحمد الخول، بارك الله فيك يا أستاذ محمد، مدير المدرسة هنا ربنا يبارك فيك. الحاج محمد سعيد رحيل ما شاء الله. مسك الختام الشيخ باسل، ماشي جزاك الله خير. الشيخ باسل محمد أحمد كمال، على باسل. مع مسك الختام معالي الدكتور محمد إبراهيم حامد، سقفة كبيرة أوي. سقفة كبيرة أوي معالي الدكتور محمد، واحنا بنقول له يا دكتور محمد هذا تكريم الدنيا ونسأل الله أن يكرمك في الآخرة، اللهم آمين. سقفة كبيرة كمان للدكتور محمد وهو بفضل الله. ومتشكرين جدا لمعالي المهندس عبد العال حافظ الحواط، بارك الله في سقفة كبيرة قوي، جزاهم الله خيرا وربنا يجعله في ميزان الحسنات. كبير مهندس المديرية، سقفة كبيرة قوي للمهندس.
جزاه الله خيرا. ومتشكرين قوي يا جماعه على كل الحضور. معانا على سياده العميد محمود مرسي، سقفه كبيره قوي. الحمد لله.